صباح الكبده الكبداكي. هات ياض كرسي من عندك. ايه الطله الغريبه دي؟ عندي ليك مصلحه حلوه قوي، لو ليك شوق فيها لغي لك صاحبها. وصاحبها ايه؟ راجل تقيل 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 وبيلعب في ملعبك. لا انت الحدايه بتحدف كتاكيت. بتحدف لو فيها مصلحه بتحدف. ولو اني مش حابك ماشي، ايه المصلحه؟ عقارات الجو بتاعك. ايه العباره يا كبداكي؟ العباره في العماره. اسمع، انا اعرف واحد اسمه الحاج عرفه بيبني عماره 11 دور على 3 نواصي وواجهه. 3 نواسي؟ ربنا يزيده. انا هنطقك يا سلومه وربنا لا نطقك. انا هدخلك معانا وهو معاه ناس تقيله برضه. شوف هتقدر تدفع كام، واللي هتدفعه هتاخده 3 في ظرف كام شهر. ايوه بس انا الجنيه اللي معايا على قده، ودول ناس غيلان. لا ما تقلقش، انا ليا دلاله عليه قوي. بس انا هينوبني من المصلحه دي 5 بواكي. امين. هم باكوا واحد والسلام عليكم ورحمه الله. بطل نتانه سلومه. اوه اخرك معايا 3 بواكي. هم 5، ياما المصلحه هترسى على حد تاني. قلت ايه؟ خلاص 5 ماشي يا كبداكي. يا ساتر، ده انت الجنيه اللي يطلع منك اخواته يدعوا له. مالك يا اختي مالك بس؟ فيكي ايه؟ شايفة يا خالتي؟ شايفة البيت فضي عليا ازاي انا وانتي؟ بقينا قاعدين زي قرد قطع لوحدينا. امي راحت وكبداكي راح وخلي ملهي في حاله. ده حتى جولي بعتنا واشترت عدوتنا، خلاص مش هنشوفها تاني. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى خلاص، اسمعي، انا بحبك، انا مش هسيبك ابدا. تعالي بقى، تعالي اقعدي على رجلي. اسم الله عليكي يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي، ما تخافيش، انا معاكي مش هسيبك ابدا. يلا اضحكي بقى، اضحكي بقى يا اختي بقى، يلا. وده ايه ده؟ ده مفتاح البيت. وده مفتاح التلاجة. طب فين بقى مفتاح النملية؟ يو النملة ملهاش مفتاح. طب الله. مين؟ طيب خلاص، في ايه؟ الدنيا طارت. ايه ده؟ في ايه؟ نجري قدامي. لا نجرب فين؟ هاتوها. هتوقع ايه؟ انا ما عملتش حاجه يا بيه. انا ما عملتش حاجه عشان اللي. طب انا عملت ايه طيب؟ طب انت بقول لك ايه؟ ما ينفعش خالتي تقعد لوحدها. يا سوق كلمي خلي شويه كده ما تسيبي الصندوق لوحديها. يلا ما تتعبيش نفسك يا نوال، انا هقوم اساعدك. والنبي ابدا، ده انت ست الهوانم. الله، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى اللي اسمها كوريا. هي كانت بتعاملك ازاي وانا بعاملك ازاي. ميرسي. انا هدخل استخبى جوه. طب يا اختي نعمل ايه دلوقتي؟ عزوز، صباح المسا على نجمة مصر الأولى وفاتنة الجماهير. اهلا يا اخويا، امرني. الله الله الله، من على الباب كده يا ناني؟ مفيش اتفضل يا زيزو؟ لا مؤاخذه يا زيزو، ما انت عارف يا اخويا حرمه وقاعده لوحدي، يعني ما اقدرش ادخل رجاله. الله الله، هم فين الرجالة دول؟ ده أنا زيزو. ما تاخذنيش يا زيزو. الله 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 الله، الطبق طبقين والكوباية 2 وكل الأحبة 2. ده احنا واضح ان عندنا ضيوف بقى. ضيوف مين يا اخويا؟ ده انا كنت بحضر اكلي. الله، خدوهم بالصوت. ما انا اجيب الشقه وادفع واكلف واصرف وغير يجي يضايف. لا يا حبيبتي، الكلام ده ما ياكلش عيش معايا يا ناني. اوعي من وش، خلينا نشوف من جوه. يلا اوعي، تعالى هنا يا راجلين. بقول لك اوعي من وش، خلينا نشوف مين اللي جوه. ايه نوال؟ الله الله الله، ودي تطلع مين دي بقى ان شاء الله؟ انا بنت خالتها، وبعدين انت ازاي تسمح لنفسك تتهجم علينا واحنا ستات لوحدنا؟ ما تقولي لها اللي قاعدين لوحديكوا يا حلوه، انا ابقى مين؟ لا مين ولا الميلامين يا اخويا، مش كل طير يا حبيبي. انا رقاصه بس بشرفي. اوعى تكون فاكرني من اياهم هتاخد لي الشقه وتفضل تتنطط لي بقى فيها كل شويه. لا يا حبيبي، وبعد العمله دي فايتلك الشقه على المحل، على اي حاجه تيجي من وشك. ويلا بقى وريني لا مؤاخذه عرض كتافك. الله الله الله، ايه يا ناني؟ جرى يا حبيبتي؟ ليه بس الزرزره دي وليه العصبيه دي؟ استهدي بالله يا جميل شويه. الله، يلا يا اخويا.
يلا يا حبيبتي اهدي بس، انا هنزل اهو، لينا كباريه اللي بقى قصدي لينا بيت. يلا. طب اسمع تهدي يا ناني، الله قلت لك اهدي، مش كده. مع السلامة. جات كل هم صنف منيل الا ما فيكوا واحد عادل. يا اختي انت قاعده مكتومه كتمه الكحك ليه؟ هو انا ناقصه هم يا ربي؟ بس الله. يا وليه، بس خلاص، بس يا ام منقار. انا بمرقرص عليكي. مالك ياما؟ امال بس خالدي سندس يا اما. قول لامك تسكت، قول لها تسكت لحسن بعدين افرفش دماغ اللي جابوها. بقول لكم ايه، انا مش عارف انام منكم ولا ايه؟ ايه اللي بتلعبي بقك فيه ده؟ خدي لعيبي بقك انت كمان. لا خلاص ما عادش فيه. بقول لكم ايه، انا صدعت اخش انام جوه. ايه الصداع اللي انا فيه دوت؟ ايه يا ولد انت ايه اللي مقعدك في وسط النسوان؟ الله نامت عليك حيطه يا بعيد. يا باي عليكم انتوا الاثنين. يا لهوي انت بتضيع علينا يا ولد. يا ما انا قلت لك يا ابن الفقريه نمشي من هنا، من بكره الصبح تجيب لي شقه يا ولد. العمر مش بعتها يا ولد. يا خرابي يا خرابي خلاص يا خرابي يا خرابي. بكره اجيب لك شقه في الفرن في سيزيزو بتاع. فرن سلام يا يا أخويا. رب يعيد البيت عليكي. بتضحكي على ايه يا وليه؟ يا رب تموتي. عشان خاطري يا ابو طالب بيه، كوريا دي بنت غلبانه ضيعت قبل كده سنه من عمرها في السجن في قضيه ملهاش لازمه، ولا يعني عشان طلعت جدع مع الست هايدي بنت سيادتك تقوم تترمي في الحج مع القطاعين الطرق والحراميه؟ ربنا يخليك ويطول لنا في عمرك، دي بنت غلبان. يا اسطى شكري ما تخافش، كوريا ما عليهاش اي حاجه، انا هبعت لها محامي النهارده يطلعها. تلاقي الظابط بس كان بيضغط عليها شويه عشان تعترف بمكان هايدي، وبعدين هو ما قبضش على هايدي عندها عشان يثبت انها كانت تتستر عليه. ما خلاص بقى يا عم شكري، خلاص يا عم شكري قال لك ما عليهاش حاجه يا عم شكري. يا باش مهندس، دول مش مستنيين يثبتوا حاله، دي ناس يدها طايله. انا كل اللي مضايقني دلوقتي كوريا بنت اختي، زمانها قاعده كيف الطفله صغيره مذعوره في وسط عتاويل الاجرام. بقى انتوا بتتكاتلوا عليا روح خالتك منك ليها؟ بقول لكم ايه، اللي فيكم رايحه سجن القناطر تبقى تسال عليا هناك، تقول كوريا عبقات وهم عرفوها كويس انا مين. واللي فيكم مش راحه اول ما تخرج من هنا وتدوس على اسفلت كده اهو تبقى تتشاهد ان ربنا نجاها من تحت ايدي. جاتكوا 60 نيل. كوريا عبد العاطي نعم. تعالي. ماشي، انا خارجه اتمم على الاسم وراجعه لكم تاني. لو لقيت واحده بس لفت وشها كده هو ولا قعدت هشقلب، هخلي ايديها تحت كده ورجليها فوق. ماشي؟ جاتكوا قرف. بعتلك محامي. اللي معاه ربنا قلبه مرتاح يا باشا. لو عايز احبسك وارحلك على النيابه دلوقتي هحبسك، والنيابه بقى تبقى تتصرف في موضوع التستر ده، لكن انا هخرجك دلوقتي واعتبري اللي حصل ده قرصة ودني. لكن لو ما جيتليش من نفسك وقلتي لي هايدي فين لمصلحتها ولمصلحتك، اقسم لك بالله لاكون قابض عليها ومرحلكم انتوا الاتنين في كلبش واحد. ونعم بالله يا باشا. متشكرين. الف شكر يا فندم. السلام عليكم. يا باشا انا راقبت الحاره كلها واتقصت. هيدا ابو طالب عامله نفسها راجعه من الخليج واسمها جمالات، وانها بنت خالد بنت كوافيره اسمها كوريا، وهيدي لا مؤاخذه كانت فاتحه يعني محل قمصان لوم وحاجات زي كده يا باشا، وعلاء بيه اللي كان بيحميها. بس هي يا باشا كانت مشيبه رجاله المنطقه كلهم، معلمين وسواقين تكاتك وجزارين، حتى شيخ الجامع كان عايز يتجوزها. ومين لسه على اتصال بيها؟ اكيد علاء بيه، عشان كده قبض على البت كوريا وحبسها، خايف لا تطرطش بالكلام وحد يعرف مكان هايدي بعد ما هربها من المنطقه. طب اتكل انت على الله، ارجع هناك وتبلغني اول ما اللي اسمها كوريا دي تخرج. توجيهات سعادتك اوامر يا باشا. ماشي يا علاء. ايوه دكتور نادر، بقول لحضرتك ايه؟ أنا مكسوفة منك جدا يا نوال، يعني أنت النهارده ما نزلتيش الشغل بسببي وكمان عملت لك مشاكل وقلق كتير. يا اختي راحه، وانا عملت الصح مع عزوز عشان اكهربه، وبعدين انا حالفه اعمل لك الخد ده زاد والخد ده ميه، عشان تعرفي بس الفرق ما بيني وبين اللي ما تتسمى ولا تتعاشر اللي اسمها كوريا. حرام عليكي، كوريا دي جدعه وطيبه وانت برضو شكلك جدعه وطيبه. يعني انا حاسه ان انتوا لولا المشاكل الصغيره اللي كانت ما بينكم بتاعه الشقه وابراهيم كان زمانكم بقيتوا اعز اصحاب. اصحاب مين يا ست؟
ده لو القط ولف على الفار انا وهي لا مؤاخذه لا يمكن نولف على بعض ابدا. طب انا كنت عايزه اطلب منك يعني طلب صغير. يا اختي اموري. ينفع يعني استعمل موبايلك؟ لازم اكلم بابي. يا اختي اتفضلي يا اختي اتفضلي. ميرسي. بصي هو انا معايا موبايل بس ما ينفعش اتكلم من الخط اللي فيه، لازم اجيب خط جديد. يا اختي انزل اشتري لك، هو موال بس استخدمي ده يا اختي براحتك. ميرسي. بابي حبيبي يا بابي، وحشتني جدا جدا جدا. اهلا يا هايدي، اهلا حبيبتي السيد، وحشاني موت. انا نفسي اجي ابص عليك. بلاش زيارات يا بابي، يعني اصلا انا مش عايزه اضايق نوال. تضايقيني ده ايه يا اختي؟ ده بيتك ومطرحك تجيبي فيه اللي انت عايزاه. متشكره ميرسي. يا بابي. نادر مخلي باله من كل حاجه وعامل شغل في القضيه، بس الواد الظابط ده اللي اسمه علاء طلع مش كويس. تصوري قبض على كوريا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ قبض على كوريا؟ بس طلعناها. بنت غلبانه وجدعه قوي ما جابتش سيره اي حاجه عنك. حبيبتي يا كوريا، وحشاني قوي، نفسي اشوفها هي وسندس. طب بصي يا بابي، انا عايزه دينا تجيلي هنا وتجيب لي معاها هدوم جديده، وتجيب لي كمان ايباد بدل اللي اتحرق في المحل ده. حاضر. طب هو عامل ايه؟ هو مين؟ علاء. تاني علاء؟ قلبك ده كده على طول ماشي بيكي غلط، مش عارف اعمل ايه. ربنا يا بنتي بعيده عنك وما يوقعكيش في حد وحش تاني ابدا. تعال يا معلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابراهيم. ازيك يا حاج عرفه؟ الحمد لله. ده المعلم سلومه جارنا. حاج عرفه بسم الله ما شاء الله باني 20 عماره ومشارك على قدهم. يا اهلا وسهلا. هات كراسي يا ولد واعمل شاي. بسم الله ما شاء الله. انا بعز الراجل اللي في العقارات بالظبط زيه زي الراجل اللي ليه في الستات. خير يا ابراهيم. خير ان شاء الله يا حاج. المعلم كان معاه 100,000 جنيه، كان عايز يخش معاك بيهم في العماره دي. يعني ياخد شقه بيهم ولا ايه؟ لا شقه ايه؟ هو كان عايز يخش في فلوس البنا والحاجات دي ويبقى يطلع له بمصلحه وقت بيع الشقق. 100,000 ايه اللي يخش بيهم دول؟ هو لعب عيال؟ انا اقل مبلغ بشارك بيه نص مليون. صلي على النبي بس يا حاج. الله، اعتبر ال 100,000 جنيه دول عربون محبه، وان شاء الله يبقى في شغل تاني والفلوس تزيد. احنا هنروح من بعض فين؟ يا ريت والله. لو عاوز شقه هات ال 100,000 اللي معاك وانا قسط لك الباقي. يعني ده اخرة الكلام يا معلم؟ ده اخر كلام عندي. طب معلش بقى يا معلم سلومه، يعني خيرها في غيرها ان شاء الله، الظاهر مفيش نصيب. يلا السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عارف قيمه؟ لو العماره دي طلعت 11 دور هتتكلف بالارض بحوالي 1,200,000 وهيبيعهم ب3 مليون، وانا لو خشيت ب100,000 ان شاء الله هطلع ب200,000 في كذا يوم. خلاص بقى خيرها في غيرها يا معلم، مالكش نصيب مالكش. اقرص عليه شويه يمكن يوافق، ساعتها هديلك ال5 بواكي اللي لازمينك. لا هو مش هيوافق انا عارفه، لا مش هيوافق عشان خاطر بس. طب بص انا ايه هحاول معاه كده ويعني هشوف ميته ايه وبقول لك، بس هو مش هيوافق انا عارف، بس انا هحاول معاه. الو. الو. ايوه مين معاي؟ ايه ده مش عارفه صوتي؟ لا اختي مش عارفه صوتك، مين معاي؟ طيب بالراحه، انا جولي. جولي؟ خليت نوال جابت لي نمره جديده وقلت لازم اكلمك انت اول واحده. ده بأمارة ان شاء الله انتوا من بقيه اهلك؟ واكتر من اهلي. ايوه صح، بأمارة مسكتيني ورحتي قعدتي عند عدوتي، هن عليكي العيش والملح. دي نوال بتحبك قوي، دي حتى قالت لي ان لولا المشاكل الصغيره كان زمانكم بقيتوا اكتر من الاخوات. اندهالك تكلميها؟ يا اخي كلمها عذراء، انت ومقابله مستعجله. بقول لك ايه، اخلصي قولي عاوزه ايه. طيب خلاص سيبينا من سيره نوال. بابي قال لي ان علاء قبض عليكي وخرجك، ده حقيقي؟ وانت عايزه ايه بقى ان شاء الله؟ عايزه تطمني على سيدة علاء بتاعك ولا عاوزه ايه؟ في ايه يا بنتي؟ انا عايزه اطمن عليكي. قولي لي عامله ايه في البيت والشغل وكده. ده يا اختي اطمني، البيت بيقع وقفلت المحل وقاعده مرزوعه زي قرد قطع بالظبط. ليكي شوفي حاجه تاني؟ قفلتيه ليه؟ ما عادش جايب كهربته وخلاص، ما عادش عندي خلق انهد مع النسوان على الجنيه ولا 2، ويا ريتهم بييجوا. يلا ان شاء الله الامور تتحسن.
طمنيني بقى على سندس، وحشاني قوي. سندس ربنا يتولاها بقى، قطع الاكل والشرب، قاهره نفسها من العياط وما بتنامش الا على فرشتها. يا ربي، طب انا نفسي اشوفها، دي وحشاني قوي. بصي انا هبعت لك العنوان في رساله، هاتيها وتعالي على هنا. انت اتهطلت يا بت؟ سندس مين اجيبها عند نوال؟ انا اعدي على بيت المقطوعه دي يا اخي، عدى عليها قطر البعيد. اسمعيني بس، نوال بتروح كل يوم الكباريه الساعه 7 وبترجع بالليل متاخر. انت هاتيها هنا وارجعي خديها قبل ما نوال ترجع، بس خلي بالك من المراقبه. بقول لك ايه يا اختي، انا مش الفلبينيه اللي جابها لك عمك شكري، ارحمي نفسك تامير. وبعدين تعالي هنا، انت اللي اخترتي تقعدي عند الواطيه دي، يبقى خلاص ما تجيش بقى دلوقتي تعملي لي فيها القلب الطيب وتقولي لي انت وحشاني واشوف سندس والجو ده. انا ناقصه هم. سلام. سيادتك دي صور المستندات اللي بتدل على ملكيه موكلتي كل الاصول الموضوعه تحت تصرف البنك كضمان للقرض. ما دي عندنا ولا فيهم ورق جديد؟ الحقيقه انا عايز اثبت بيهم ان البنك علشان يطلع القرض قام بتقييم الاصول بطريقه طبيعيه جدا وروتينيه، مفيش اي تدليس، مفيش اي اتفاق جنائي بين موكلتي وبين موظف البنك للاستيلاء على قيمه القرض. تمام. سيادتك ده طلب بتشكيل لجنه من خبراء التسمين لإعادة تقييم الأصول بالقيمة الحقيقية بتاعتها. وعايزين نضم التقرير ده على تقرير لجنة الرقابة على البنوك بالقيمة الحقيقية للقرض. الكلام ده طبعا سيادتك لتحديد القيمة الحقيقية المتنازع عليها بين موكلتي وبين البنك. ويكون التعامل بناء على الرقم ده مش بناء على 50 مليون دولار. بالراحة بالراحة. والله بالراحة اهو. طيب ثواني احنا خلصنا كده خلاص. يلا معلش يا حبيبي استحمل شوية بس. خلاصي. يلا. ايه اهو خلصنا بس. يلا. انا ما سالتش نفسك يا نجوان، انا ليه متمسك بيك لغايه دلوقتي وانا مسافر خدتك معايا؟ ولو كنت سبتك ما كنتش اخسر اي حاجه. طب ليه؟ عشان فيكي ميزات كتيره قوي، ميزات الراجل الصاحب بس ست، وكل ميزات الزوجه بس من غير مسؤوليه، وتعرفي تبقي مديرة أعمال شاطرة قوي، تعملي أي حاجة في أي حاجة من غير ما تعترضي. يبقى راجل غبي اللي يسيب واحدة زيك. بس على فكرة في ميزة مهمة جدا انت نسيت تقولها. ايه؟ ان انا بحبك جدا، وبعدين انا بحبك اكتر من هايدي واكتر من اي ست انت عرفتها قبل كده. انت بتحب نفسك وبتحب الفلوس اكتر من اي حد في الدنيا. دي حقيقة، ما تبصليش كده. وشخصيتك دي ما تعرفش تعيش الا مع حد زيي. اما موضوع بتحبيني ده فوسعت منك شوية. والله العظيم يا حبيبي انا بحبك بجد. وبعدين انت لو طلبت مني ان احنا نتجوز دلوقتي انا هسيب العالم ده كله عشانك وهعيش خدامة تحت رجليك. ما انت عايش، وكل ده حاصل من غير جواز ولا نيلة. الله، ولا هو هم وخلاص؟ زوكا نعم. بقول لك الله يخليكي، انا مش نافعني الشغل ده. شغل ايه؟ يعني ست نوال تيجي وتحضر كده وتغيب بمزاجها ان شاء الله. وانا مالي يا اخوي؟ هو انا كنت خلفتها ونسيتها ولا كنت خلفتها ونسيتها؟ وبعدين انت اللي غلطان. ايوه انت اللي غلطان. ما انا قدامك اهو. انت عارف انا لو طلعت على الفيست بتاعك ده هو ودبيت دبتين وهزيت هزتين والنبي اعمل لك زلزال 5 ريختر محترم. بس نسيت اجيب بدله الرقص معايا. مساء الفل يا إدارة. هلا يا طاعون، ازيك؟ الا الست ناني او الراقصه الفيرجن بتاعتنا لسه ما جاتش؟ اشمعنى انا يا طاعون؟ انت ناسي يا مدير ان هي مكايدي، ولو في اي قلق او حساسيات هتبقى في وش؟ لا مفيش قلق ولا حاجه، ما تقلقش نفسك ولا في اي حساسيات.
روح انت بس شوف شغلك وخليناك على الزبائن كويس. جرايه يا واد يا طاعون، تعالى هنا. انت يا اخويا عمال تصطاد في العكاره ولا ايه بالظبط؟ تصدقي بقى ان انا اللي عينيا بتبكي عليكي بعكره عشان خاطر الظلم ده يا ست ام سوكه. انت عارفه كويس ان تعتع قلبه كبير. يا روح كده كقطعنا، ده انت سوي يا ولا. روح يسلم لي حلاوه لسانك. عن اذنك يا قدر. اتفضل يا طاووس روح شوف شغلك. وانت يا اخويا انت راخ في ايه؟ انت كل يوم والتاني ملقح جتتك عليها، ما هي بترقص وبتهز وبتجيب لك فلوس زي الرز هنا وهنا وهنا وهنا. ايه من شهر طالع واكل نازل واكل من مجاميعه كده يا باي عليك. يا ستي لا هناكل ولا هنشرب ولا من مجاميعه، خلاص بطلنا اللي عطلنا يا ام سوكه. بقول لك ايه الله يخليكي، عايزك انت وسوكه تكلموها لي وقولوا لها بقى تنزل الشغل الله يخليكي من بكره عشان خاطري، خليها تنزل الشغل عشان نخلص. خلاص ما احنا ما وراناش حاجه غير ان احنا نلم ورا النسوان. شكرا ربنا يخليكم يا رجاله. ماشي يا حاج عرفه بكلمك. ماشي يا خد يا سوكه عاوز. ايه يا ابن عمي؟ بقول لك ايه، انت محتاج عربيه الكبده تاني؟ عربيه كبده ايه يا ابن عمي؟ ده مش كاري. بقول لك ايه، انت عارف انا كنت بكسب كام في الكبده؟ 10 جنيه كل يوم. اللهم صل على النبي. دلوقتي بكسب كل يوم كام؟ 500 جنيه. من الاخر يا ابن عمي انا امي عيالي وربنا راضي عني. ومن الاخر كده يا ابن عمي انت عارف انا من صغري وانا موهبه. قشطه يا فنان. وانا ده سوكه قايل لك بالاول انها هتلعب. انا اصل كنت مزنوق في قرشين كده فقلت ابيع العربيه عشان افك زنقتي. تأمرني يا صاحبي من جنيه ل1000. لا يعني امري لله يا سوكه. خلي 1000 ايه ده، انا محتاج فلوس كتيره قوي. اصل انا مسافر سفريه كده. بس اوعى تجيب سيره لحد، ها اوعى. السفريه دي بقى محتاجه حوارات واساتك وكلام من ده. بقول لك ايه، يعني هتسافر وتسيب بطن البقره؟ بجد انا مسافر سفريه هترجعني اشتري بطن البقره باللي فيها. بقول لك يا صاحبي ايه، خد دول بس خليهم معاك، امسك بس كده. لا خليهم يا سوكه، انت بقى تلاقيك محتاجهم ولا حاجه. يا جدع انت خيرك عليا يا جدع، خد بس ينفعوك في السفر. لا مش هيجي لي قلب يا سوكه كده امشي بيهم وانت محتاجهم، مش هيجي لي. خلاص بقى انت حر، سلام عليكم. خد يلا. ايه يا صاحبي؟ هات الفلوس. خد يلا غور. نادر علام الدين، محامي هايدي ابو طالب. اهلا وسهلا. اتفضل. انا عارف ومتاكد انك مستغرب جدا من الزياره، بس انا عرفت انك لحد دلوقتي ما اتكلمتش ولا بلغت بشكل رسمي عن انك تعرف مكان هايدي. وبعدين؟ ده معناه انك مؤمن ببرايتها زينا، ومعناه كمان انها كانت صح جدا لما قعدت معاك بنفسها واتكلمت معاك على كل حاجه. وده معناه ان حضرتك متستر عليها وعارف مكانها، وجاي لي ضابط شرطه جوه الاسم بتاعه وتقول له عايز اتكلم معاك بخصوص واحده هربانه منك. خالص. مين قالك ان انا اعرف اي حاجه عن مكان هايدي؟ وبعدين هو مش حضرتك رحت وقعدت واتكلمت مع ابو طالب بيه وعلاء بيه؟ تعالى نحاول ما ننساش ان هايدي هربانه بس بريئه. والله انا مش قاضي عشان احكم عليها. انا وظيفتي اني اوديها للقاضي عشان يقول هي بريئه ولا لا. كلامك مظبوط، بس للاسف توقيت وقوف هايدي قدام القاضي هو ده اللي هيحدد براءتها من عدمه. يعني ايه؟ يعني هايدي ممكن تقف قدام القاضي دلوقتي حالا وهيحكم عليها بالإدانة ظلم. ممكن تديها شوية وقت ونقدر نثبت براءتها. انت جاي تقنعني انها تسطر على متهمه هربانه؟ انا بس عايز اشرح لك الموقف، وعايز اقول لك على حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان في كل الاحوال شغلك بعيد تماما عن القضيه، ولو اديت لنا شويه وقت عشان نقدر نثبت براءه هايدي تبقى خدمتها خدمه عمرها. طب والحاجه التانيه؟ الحاجه التانيه بيتهيألي انك لازم تاخد بالك كويس جدا الفتره دي ان في ياسر بيه عبد الحق بيراقبك تقريبا 24 ساعه في اليوم. ياسر يراقبني انا؟ بالظبط. انا جوالي حبيبه قلبي، صدقني كنت لسه بفكر فيكي وربنا وحشاني. وانت كمان وحشتني قوي. طب انت بتروح لماما بتطمن عليها؟ طبعا، ده انا بروح لها كل يوم يا نجوان، ضمك دي زي امي بالظبط. طب انت عامل ايه وهتيجي امتى؟ انا عامل الصح، قدمت على فيزا وقاعد بدبر في القرشينات، بس انت عارفه بقى الدنيا صعبه،
طالبين رصيد بنك وجواب من الشغل وحاجات كتيره كده، بس انا شغال ما تقلقيش يعني. ياه، انت شكلك كده هتتاخر. والنبي يا ابراهيم حاول تعمل الحاجات دي كلها بسرعه. لا عيب عليكي، انا موصي واحد شغال في شركه بترول هيجيب لي جواب ان انا شغال في الشركه، والفلوس ادينا اهو بجمع حته من هنا على حته من هنا. ما تقلقيش انت بس شويه وهتلاقيني قدامك. طب والنبي يا ابراهيم بسرعه، عشان انا بقيت خايفه من مروان بعد اللي جاسم عمله فيه، ما بقاش طبيعي خالص، وانا خايفه لا يتهور ويعمل حاجه ويورطني معاه. في اسرع وقت والنعم. بس انت عالي كده. نجوان نجوان، اوعي تشككيه في اي حاجه عشان لما اجي الشغل يبقى على نظافه. نفسي اما ربنا يكرمنا كده اخلف 5 بنات يكونوا امامير زيك واسمهم هاجر كلهم. يا سلام بقى، هتعرفهم من بعض ازاي ان شاء الله؟ بسيطه، هاجر رقم 2 تيجي، هاجر رقم 3، هاجر رقم 4، هاجر رقم 5. بسيطه. امال فين هاجر رقم 1؟ انت طبعا رقم 1، انت احسن هاجر في مصر. بقول لك ايه، مش تاخدي لي بقى ميعاد من اخوك عشان اجيلكوا؟ اسكت بقى يا سوكا، انا فواز اصلا ما بيكلمنيش من ساعه ما هايدي مشيت من عندي. انا السبب طبعا، انا اللي عملت كل ده. وطبعا هي جات لكم البيت خربت الدنيا. انا اسف يا هاجر. لا يا سوكا، انت مالكش ذنب، بس انا حاسس في نفسيتي كده ان هو ما كبرنيش يعني قدام ضيفتي. بقول لك ايه، سيبك من الزعل، مش انا كلمت امي خلاص؟ بجد؟ اهمادي بس المهم. وانا عازم من الحاره وهنجي لكم قريب وهغني لك احلى اغنيه من الحته ديت. هتغني لي ايه؟ هغني لك نفسي اتجوز 4. 4 في عينك. اصلي هتجوز انا خلاص هتجوز وهبطل ابص على البنات. تبص على البنات؟ لا ابص على يعني ممكن يكون في ستات هقتلك. بحبك. صباح الخير. صباح النور. من فضلك عايز اقابل انسه ساره عبد الواحد. لا لسه مش مصطلحها بالزيارات خالص، والزياره للقرايب من الدرجه الاولى او للشخص اللي وصلها المصحه. انا لو وصلتها المصحه. طيب حضرتك احنا عندنا رقم تليفونك، هنتصل بيك اول ما يكون مسموح لها بالزياره. طب من فضلك ممكن تديها الورد ده؟ قولي لها من دكتور نادر. حاضر يا دكتور. متشكر قوي. اتفضل. يا ام سوكا، انت ياما هتيجي ياما ولا امشي؟ يا ولا استنى عليا اما الم شويه الرفايع دول. رفايع ياما؟ بقول لك ايه، الشقه فيها كل حاجه، خلصيني بقى. يا واد شويه الرفايع دول ما يهونوش عليا، دول ذكرياتي وحياتي كلها. شيل شيلي ياما، احنا مسافرين البلد ياما. ايه اللي انت جايباه ده بس؟ يا باي عليك ياما. يا اخي سوكا. يا عم الشيخ، خلاص نويتم المغادره؟ يا عم الشيخ مغادرين ان شاء الله. خد يا واه، والله ولا كنا ناويين نغادر ولا حاجه يا سيدنا الشيخ. هو احنا حيلتنا حاجه؟ بس هنعمل ايه بقى؟ البيت المدعوق ده هو كان هيقع على دماغنا، انما انا نفسي ومنى عيني كنت اقعد في الحته كلها لحد ما يودوني القبر يا اخويا. ما هو برضه الحرص واجب يا ام سوكا، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ما احنا بقى هنغادر يا عم الشيخ عشان التهلكه اللي انت بتقول عليها دي. والنبي هتقطعي بينا يا ام سوكا زي بالظبط ما قطعت بينا لما بطلتي بيع الفجل والجرجير. ماله يا اختي الفجل والجرجير بقى ان شاء الله؟ ما هي بتاعت الفجل والجرجير ده اهي ربة راجل زي الفل، نجم من نجوم السماء العالية، وعندنا عربية ورايحين يا حبيبتي بيت يشرح النفس، مش بيتكم المدعو اللي ان شاء الله هيندك على دماغكم دكن. دكن ما تدكك يا وليه، يا وليه انت لسانك هيفضل بتبري منك كده. وانا شفت حاجة من الحارة دي عدلة، بس اعمل ايه؟ قلبي اللي عاوز يتقطع، ما بتهونش عليا العشرة. هو انا بنت حرام يا بنتي؟ والنبي هتوحشينا يا ام سوكا، والنبي هتوحشيك. مش هوصيك يا اختي بقى، ده بيتك تيجي في اي وقت يا اختي. حاضر يا سوكا، وانت خلي بالك من امك لو انها تخرب بلد بحل. حبيبتي ولا روح اجري هات لي قله ام عاشور بسرعه. وقت ذكريات قولها لياما دلوقتي. اجري يا واد هات القله ولا ما تنرفزنيش. يا عليك ياما. يلا يا واد حبيبتي. السلام عليكم يا اخي سوكا. سلام عليكم الشيخ. خليك انت هنا في التهلكه بقى يا عم الشيخ. ان انا ما بحبكيش، سلام. ده انت حبك مسكت في لا قلبي والله، قاعد وحاطط رجلي على رجلي. والنبي كده عارفه والله يا ام العظيم. سوكا، والله والنبي عارفه. القله ياما. حاضر القله ياما. اتفضلي ياما. سلام عليكم يا حبيبتي. عليكم السلام. سلام يا كوريا. سلام يا سلام قلبي يا والله. سوكا، خلي بالك من يا نفسك، جدعه. خلي بالك من امك. ماشي حبيبتي. عافيه والله يا كوريا يا هبقى حبيبتي. اجيلكم، هبقى اجيلك، سلام يا هكلمك. حبيبتي. سلام اسرح عليكم يا ولا، اسرح يا ولا. سلام عليكم. يوم اما وليه قلبه صحيح، غوره وليه من هنا، غوره وليه من هنا، المركب اللي اتود. 100 بالتمام والكمال. والله يا اخي سلومه انا خدتهم بس عشان خاطر كبداكي، وعايزك تعرف ان انا عمري ما شاركت باقل من نص مليون. ربنا يبارك لنا فيك يا حاج، يخليك لينا يا كبداكي. اطمن، واحده واحده هتلاقيني داخل عليك بالنص مليون ومن مليون كمان. دول نسختين من عقد المشاركه مضيلنا عليهم هنا يا معلم سلومه. الحمد لله، انا ببصم. قبل ما تبصم حسنتي. نعم.
نعم ايه حسنتي؟ عيب، ده انا المعلم سلومه. ايه المعلم سلوم ده؟ انت معلم على نص المنطقه في الفلوس. حسنتي صدقني صدق عيب. لا يبقى خلاص خد يا حاج العقد. لا 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 بس مش خساره فيك. هات. الف مبروك يا معلم سلومه، الف مبروك.